اهلا بيكم. يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عن وحدة دائرية، وحدة تينة. احنا نزلنا فيديو قبل كده نفس الوحدة بغرزة العمود بلفة. النهارده هنشتغلها بغرزة العمود بلفتين لانها وحدة تنفع على اي غرزة باشكالها المختلفة. هنشتغل بيها شال مستطيل، وهنشوف طريقة التشبيك مع بعض. الوحدة سهلة. أنا هسيب لكم الدرس الأساسي فوق في الآي وتحت في صندوق الوصف تحت. يلا بينا نشوف الأدوات والطريقة. هستخدم اليسبركم اللون ده رقمه 21، وهشتغل معاه بإبرة كبيرة رقمها 6.5 علشان الشغل يكون خفيف، يعني الشال يكون وزنه خفيف بس في نفس الوقت يدفي. هنشوف بعد كده نبتدي ازاي. هبتدي أعمل الدايرة السحرية، ولو انتم مش حابين طريقة الدايرة السحرية ممكن تعملوا 5 سلاسل أو 6 سلاسل بالكتير، وتبدأوا تشتغلوا نفس الخطوات اللي هتشوفوها دلوقتي. بشتغل 4 سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفتين، بلف الخيط على الإبرة مرتين، بدخل جوه الدايرة وبشتغل غرزة عمود بلفتين. هسيب لكم كل الدروس الأساسية والغرز الأساسية فوق في الآي وتحت في صندوق الوصف تحت. هفضل أشتغل غرز عمود بلفتين لغاية ما يكمل العدد عندي 24 غرزة عمود بلفتين، نفس أعداد الفيديو اللي فات بالخطوات بالظبط. هنا أنا خلصت 24 غرزة عمود بلفتين. هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 4 بالشكل ده كده، بدخل فيها وأقفل بغرزة منزلقة. ده شكلها. ممكن أسيب الدايرة مفتوحة كده، أو إن أنا بشد الخيط من تحت وأضيقها شوية أو أضيقها للآخر. كل الاختيارات موجودة على حسب كل واحدة هتفضل تشتغل الوحدة بأي طريقة. كده أنا خلصت أول دور. هبتدي في الدور التاني 4 سلاسل ارتفاع بمثابة أول عمود بلفتين. في الفيديو اللي فات كان في مسافة سلسلة، أنا هخليها نفس المسافة سلسلة، مش هغير في العدد علشان ما تبقاش واسعة معايا بزيادة. هلف الخيط على الإبرة مرتين وادخل فوق كل غرزة أعمل عليها غرزة عمود بلفتين ومسافة سلسلة. أول غرزة عمود بلفتين، بعد كده هعمل مسافة سلسلة ومش هفوت غرز. هلف الخيط على الإبرة مرتين، أدخل في الغرزة اللي بعدها وأعمل غرزة عمود بلفتين. هفضل الدور كله أعمل نفس التكرار بتاعي اللي هو غرزة عمود بلفتين مسافة سلسلة فوق كل غرزة لغاية ما أكمل. هيبقى العدد بتاعي 24 عمود بلفتين و4 فراغ سلسلة. هكمل وارجع لكم. كملنا 24 عمود بلفتين والسلسلة مسافة. هقفل في رابع سلسلة بغرزة منزلقة علشان أقفل الراوند بتاعي أو الدور بتاعي بالشكل ده كده. علشان أنقل الدور الجديد لازم أعمل منزلقة وأدخل في الفراغ. بعد كده هرتفع 4 سلاسل علشان بعد كده هشتغل تناقص لغرزة العمود بلفتين زي ما عملنا في الفيديو الأولاني. لفيت الخيط على الإبرة مرتين وهعمل غرزة عمود بلفتين من غير ما أكمله بالشكل ده كده. ده أول فراغ عملت فيه 2. الفراغ التاني هشتغل فيه عمودين عمود بلفتين بس من غير ما أكمله علشان يبقى مجموع غرز التناقص اللي أنا بشتغل فيها 4 وبشتغلهم على فراغين. كل فراغ فيهم هيبقى فيه غرزتين عمود بلفتين من غير ما أكملهم، اللي هو تناقص 4 غرز. هيبقى عندي 4 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب منهم كله. الفيديو اللي فات كان فيه 4 سلاسل مسافة بين التناقص واللي بعده. هنا هيبقى 5 سلاسل مسافة ما بين كل تناقص والتاني. هشتغل في الفراغين الجايين هشتغل 5 سلاسل فراغ بالشكل ده كده، وألف الخيط على الإبرة مرتين
وفي الفراغ الجديد هشتغل غرزتين عمود بلفتين بدون ما اكملهم، اللي هو بعمل تناقص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول واحدة هلف الخيط على الابرة مرتين، ادخل تاني في نفس الفراغ واعمل عمود بلفتين من غير ما اكمله. كده عندي 3 حلقات على الابرة لغاية دلوقتي، لسه فاضل كمان مرتين. هلف الخيط على الابرة مرتين وادخل في الفراغ الجديد، اعمل غرزتين عمود بلفتين من غير ما اكملهم على نفس الابرة بالشكل ده كده. هيبقى عندي بعد كده 5 حلقات على الابرة بالشكل اللي انتوا شايفينه. الف الخيط على الابرة واسحب منهم كلهم. التكرار بتاعي بعد كده هيبقى 5 سلسلة مسافة، وهشتغل في الفراغين اللي بعد كده تناقص ل4 غرز عمود بلفتين، وهفضل ماشية بالتسلسل ده لغاية ما اكمل الدور كله. هيبقى 12 مجموعة فيها تناقص و12 فراغ 5 سلسلة. بس اخر واحد لانه ده اخر الدور، فانا هعمل 4 سلاسل بس واقص الخيط بمسافة كافية. هشيل الابرة والضم الخيط بتاعي وانهيه بالطريقة المعتادة اللي انا وريتها لكم قبل كده، اللي هي مش بتبين بداية الشغل ونهاية الشغل فين. ضمت الخيط بتاعي هدخله في اول غرزة انا عملت فيها تناقص بالشكل ده كده تحت حرف الفي، وبعدين هرجع بالإبرة أدخل في نفس السلسلة اللي أنا خرجت منها علشان أكون السلسلة رقم 5، وبالتالي كده تبان الشغل بطريقة نظيفة وحلوة بالشكل ده كده. أسحب الخيط بتاعي وبعد كده بشطب الخيط بتاعي في ظهر الشغل، أشده شوية عشان ما تبقاش السلسلة واسعة، وطبعا بخفي الخيط في ظهر الشغل. يلا بينا ننتقل على الجزء التاني. هنشبك الوحدات ازاي؟ لو هنشبك كذا وحدة هنبتدي الأول نشبك وحدة واحدة من ضلع واحد. بشتغل آخر صف ما عدا آخر 3 مجاميع تناقص علشان هشبك فيهم. هشتغل الوحدة الجديدة والوحدة التانية بتاعتي اللي أنا بشتغل فيها. الوش بتاع الشغل قدامي بعمل سلسلتين، بعدين بدخل تحت الفراغ اللي أنا هشبك منه غرزة حشو أو غرزة منزلقة، واعمل سلسلتين كده ابقى كملت ال5 سلاسل وحافظت عليهم. هبتدي الف الخيط على الابرة مرتين وادخل في الفراغ الجديد، اشتغل غرزتين عمود بلفتين بدون ما اكملهم، والفراغ اللي بعده 2 عمود بلفتين من غير ما اكملهم علشان ابقى عملت تناقص 4 غرز الشغل العادي بتاعي والتسلسل العادي بتاعي. بعد كده هعمل سلسلتين وادخل في الفراغ الجديد. انا هنا بعمل التشابك او ان انا اشبك ما بين وحدتين في الفراغ علشان ده هيكون اسهل، وبديكوا اختيارات. هنا هنعمل سلسلتين، ادخل في الفراغ الجديد مش في نفس الفراغ اللي انا شبكت الغرزة الاولانية، اللي هو الفراغ اللي بعده. ادخل من تحت الفراغ اعمل غرزة حشو او غرزة منزلقة، في تعملوا الشكل ده او الشكل ده. انا هنا حبيت اعمل غرزة الحشو. بعد غرزة الحشو بشتغل سلسلتين والف الخيط على الابرة مرتين واشتغل غرزي عادي جدا. في اخر فراغين هشتغل التناقص بتاع غرزة العمود بلفتين، شغلي العادي والتكرار بتاعي عادي، وهشبك في 3 فراغ عندي بالشكل ده كده. ان انا بدخل بالابرة تحت الفراغ الجديد بعد ما اكون عملت سلسلتين، اعمل غرزة حشو سلسلتين، ممكن لو انا مش عايزة اشتغل بغرزة الحشو اشتغل بغرزة منزلقة، وده ينفع على ان انا بشتغل بوحدة اكتر من لون او لون واحد بالشكل ده كده. شبكت خلاص اخر حاجة. انا لو انا لسه الدور قدامي كتير بكمل سلسلتين واشتغل شغلي عادي جدا،
اما لو كانت هي اخر فراغ ولازم اقفل الوحدة اللي انا بشتغل فيها، فهشتغل سلسلتين وغرزة الحشو او غرزة المنزلقة بتاعتي، واحدة سلسلة بس، وبعدين اقص الخيط بمسافة كافية علشان اشبك بالطريقة اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو، وانهي الوحدة بتاعتي بطريقة نظيفة، لان تنظيف الخيوط هياخد وقت مننا، فاحنا ننضفها في كل واحدة بوحدتها، بحيث لما نيجي ننهي الشغل يبقى خيط البداية او النهاية مثلا في الاطار او في الشغل نفسه هو اللي باقي معانا. هدخل في السلسلة مكان ما انا طلعت وشبكت في اول غرزة انا اشتغلتها، علشان ما يبانش فكرة انا اشتغلت بديت فين او نهيت فين، ودي بتبقى حاجات بروفيشنال احترافية. وهنا انا شبكت من اتجاه واحد ناحية اليمين، لو انا هبتدي اشبك اكتر من حاجة هبتدي اشبك من فوق، هيبقى برضو اتجاه واحد. لو انا هحط كمان واحدة كمان هشبك اتجاهين من فوق وتحت. هتشوفوا دلوقتي مع الشرح هيبقى شكل التشبيك عامل ازاي. انا هوريكم دلوقتي الوحدة التالتة هشبكها ازاي معاكم. هوريكم التشبيك وانا ببتدي الدور التالت في الوحدة الجديدة. عملت غرزة التناقص بتاعتي العادية، هشتغل سلسلتين، وعلشان اعرف مكان التشبيك بتاعي اخر مكان انا شبكت منه هعد من جنبه 3 فراغات، اول واحدة، تانية، والتالتة. التالتة دي بالنسبة لي هتبقى اول مكان هشبك فيه الوحدة الجديدة. هدخل بالابرة من تحت الفراغ اللي هو 5 سلاسل اللي بشبك فيه دايما، بعمل غرزة حشو او غرزة منزلقة، واشتغل سلسلتين اللي هو بحافظ على المسافة ال5 سلاسل ومش بغير فيهم علشان ما تبانش واحدة اوسع من التانية. بكمل شغل في الوحدة عادي بالطريقة العادية. انا بعمل تناقص غرزة العمود بلفتين في فراغين، الف الخيط واسحب منهم كلهم ال5 حلقات اللي على الابرة، اشتغل سلسلتين، وبعد كده ادخل في الفراغ اللي بعده علشان اشبك واعمل تشبيك بغرزة الحشو او غرزة منزلقة. الاتنين هيبقوا حلوين جدا في الشغل ده او في تشبيك اي وحدات تانية بالشكل ده كده. واكمل الغرز بتاعتي عادي بالتكرار بتاعي. هعمل غرزة التناقص بتاعتي غرزة العمود بلفتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بحاول اوريكم الخطوات بالتفصيل شوية علشان المبتدئات يبقى بالنسبة لهم الشرح سهل وواضح، ويقدروا يرجعوا للفيديو في اي وقت يشوفوا الطريقة بالتفصيل. هلف الخيط واسحب منهم كلهم غرزتين سلسلة والفراغ التالت ادخل فيه اشتغل غرزة حشو وسلسلتين علشان احافظ على المسافة بتاعتي 5 سلاسل. وهنا هكمل بقية الدور بتاعي بشكل عادي جدا، واقفل بنفس الطريقة اللي انا وريتها لكم في اول وفي نص الفيديو. بنهي الوحدة بتاعتي ازاي وبشطب شغلي والخيوط بتاعتي ازاي، بحيث شغلي يبقى نظيف اول باول وانا بشبك، محتاجش ان انا اقص خيوط والاقي خيوط كتير عندي في اخر الشغل. هنا انا شبكت 3 بالشكل ده كده. انا هوريكم تشبيك الرابعة دلوقتي، هيبقى تشبيك الرابعة بطرفين مش طرف واحد. هنا ده اللون اللي انا اشتغلت بيه. انا هنا اشتغلت نص السطر وعملت سلسلتين، ودخلت في الوحدة الجديدة وشبكتها بغرزة حشو وعملت سلسلتين علشان احافظ على المسافة 5 سلاسل، وبشتغل الدور بتاعي وبكمله عادي لغاية ما اوصل للفراغ الجديد التاني علشان اشبك المرة التانية، لان انا بشبك 3 فراغات في كل وحدة وفي كل جنب. الوان الوحدات اللي انا بشتغل بيها هكتبها لكم على الشاشة. 5 حلقات على الابرة، الف الخيط واسحب واعمل غرزتين سلسلة، ادخل في الفراغ التاني واشتغل واشبك بغرزة حشو وسلسلتين، واكمل التناقص التالت علشان
اخر تشبيك في اخر جزء في الوحدة دي، تناقص غرزة العمود بلفتين. هيبقى عندي 5 لفات على الإبرة أو 5 حلقات. ألف الخيط وأسحب منهم كلهم، أعمل سلسلتين مسافة، أدخل في الفراغ الثالث للوحدة اللي هو الأخير بالنسبة لي في التشبيك الوحدة دي، أعمل غرزة حشو وسلسلتين علشان أحافظ على المسافة بتاعتي. بعد كده هلف الخيط على الإبرة، هشتغل غرزة التناقص بتاعتي عادي جدا، وأعمل سلسلتين علشان أبتدي أشبك الوحدة الرابعة بالشكل ده كده. 5 حلقات على الإبرة، هلف الخيط وأسحب منهم كلهم واشتغل غرزتين سلسلة. هنا هيبقى مكان التشبيك واضح عندي، آخر غرزة شبكت فيها هشتغل في الفراغ اللي بعده على طول، مش هنحتاج نعدها زي الأولانية. هشتغل غرزة حشو وسلسلتين عشان أحافظ. ده شكل التشبيك، ممكن أشتغل فيه غرز من جوه وممكن أسيبه كده. حافظت على المسافة، لفيت الخيط مرتين على الإبرة، هشتغل غرزة التناقص بتاعي اللي هي آخر دور في الوحدة الجديدة اللي أنا بشبكها. عندي 5 لفات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب منهم كلهم واشتغل سلسلتين، أدخل في الفراغ الجديد اللي هو الفراغ رقم 2 اللي هشبك فيه، أعمل غرزة حشو سلسلتين، أكمل التناقص الثالث بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين هي وحدة بسيطة وسهلة. سلسلتين عندي وأدخل في الفراغ الثالث، اشتغل غرزة حشو وسلسلتين. ده شكل التشبيك. بشبك دايما في 3 فراغات، سواء في جنب واحد أو جنبين اللي هو طرف واحد أو طرفين، دايما بشبك في 3 فراغات. بعد كده هكمل الوحدة بتاعتي عادي خالص بحيث ان انا اخلصها. انا كده خلصت الوحدة بتاعتي وعملت 4 سلاسل، قصيت الخيط، شلت الابرة، بلضم الخيط في الابرة بتاعتي وبدخل في اول غرزة تناقص بالشكل ده كده، وبرجع ادخل جوه السلسلة علشان اقفل واحافظ على السلسلة ال5 بحيث ما يبانش ان في مسافة اوسع، واشطب خيوطي في ظهر الوحدة. ده شكل تشبيك ال4 وحدات. احنا ممكن نشبك باكتر من طريقة، ان احنا نشبك بالطول او بالعرض. ممكن نشبك المشروع بتاعي صف صف، فهيبقى بشبك في ناحية واحدة، او ان انا بخلص صف واشبك الصف التاني. بس الصف التاني هتاخدوا بالكم ان انتوا بتشبكوا ضلع واحد، الوحدة اللي بعد كده في الصف الجديد هتبقى بتشبكي ضلعين لحد ما نخلص عدد الوحدات كله. الوحدة دي مقاسها 17 سنتي ونص، يعني أنا الوحدتين عندي بالإبرة رقم 6.5 بيعملوا 35 سنتي. فطبعا انتوا على حسب المقاس اللي انتوا عايزينه في الشال، سواء للطول أو العرض، ده هيطلع مقاس الوحدة الواحدة. فده طبعا لازم تبقوا عاملين حسابكم، وهتفرق مقاس الإبرة وسمك الخيط. الخيط اللي أنا هستخدمه أليس بيركم رقمه 304، ده اللون اللي أنا هشتغل بيه التشبيك والإطار. أنا هنا كمثال هشرح لكم على تشبيك 6 وحدات. هنا علمت الكورنر بتاعت الوحدة اللي في الطرف من كل الجهات علشان
يدوني شكل مستطيل، لان ده هيبقى مثال صغير. حطيت ستيتش ماركر في الكورنر علشان اعلم زوايا الشال بتاعي، وعلشان يسهل عليا شغل الاطار لما اجي اعمل الحواف بتاعته والكورنر بتاعته مظبوطه. هنا انا بوريكم اماكن الستيتش ماركر والزوايا على النموذج المصغر. احنا هننفذها على الشال الكبير بعد ما نخلص الوحدات. احنا بعد ما بنشبك الوحدة بنفردها وبنشوف الزاوية بتاعتنا فين، وبنبدأ نحط الستيتش ماركر. يلا نخش على التشبيك ما بين الوحدات. في ممكن تسيبوها بالشكل ده كده، ممكن ان انتوا تعملوا تشبيك بسيط. في طريقتين للتشبيك، ان انا يا اما هشتغل في الفراغ بتاع الوحدة، او ان انا بشتغل في الغرزة نفسها بتاعة الوحدة. هنبدأ دلوقتي بأول طريقة. هاخد اللون بتاعي واعمل عقدة بداية، وهدخل في راس غرزة التناقص بتاعة الأربعة عمود بلفتين. هدخل واعمل غرزة حشو. طبعا كل الخيوط هخفيها ورا وبخفيها وانا بشتغل. وبعدين بعد ما عملت غرزة حشو هشتغل 4 سلسلة، وفي الزاوية اللي بعد كده او الوحدة اللي بعد كده هدخل في راس الغرزة اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. بعد كده اعمل 4 سلسلة تانيين علشان اوصل للوحدة رقم 3 في التشبيك. انا بكبر لكم او اقرب لكم الكاميرا عشان تبقى واضحة. هنا هشتغل 4 سلسلة بعد غرزة الحشو علشان اوصل للوحدة الثالثة في التشبيك، ان انا اشبكها بطريقة بسيطة. طبعا بلف الشغل معايا وبدخل في راس الغرزة اللي في الوحدة الثالثة اللي هي تناقص الأربعة عمود بلفتين بالشكل ده كده، وادخل اعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. هعمل 4 سلسلة، ألف الشغل معايا علشان أوصل للوحدة الرابعة علشان أشبك فيها بغرزة حشو. بثبت المكان اللي أنا بشبك فيه بغرزة الحشو في الأربع وحدات علشان يبقى الشكل متناسق. دخلت في الوحدة الرابعة في الزاوية أو الغرزة اللي أنا المفروض أدخل فيها وعملت غرزة حشو. هنا أنا كونت من أصل 4 أضلاع 3 أضلاع. الضلع الرابع أنا مش هعمل 4 سلسلة، أنا هعمل 3 سلسلة وأقفل بالطريقة المعتادة بحيث إن أنا أشطب شغلي بطريقة نظيفة. ونصيحة صغيرة، يعني ممكن تعملوا الشال كله وتبدأوا تعملوا التشبيك ما بين الوحدات، أو إن انتوا كل ما تخلصوا 4 وحدات تبدأوا تشبكوا بالطريقة دي. لو انتوا عايزين تشبكوا ما بين الوحدات ومبقاش فيه فراغات كتير، هلضم الخيط بالطريقة المعتادة وهدخل في حرف الفي بتاع غرزة الحشو الأولانية بالشكل ده. بحاول أقرب لكم بحيث تبقى واضحة قدامكم. بدخل بالإبرة في حرف الفي بتاع غرزة الحشو، أسحب الخيط بتاعي وهرجع أدخل تاني من نفس السلسلة اللي أنا خرجت منها علشان أكون السلسلة الرابعة، وأبقى بكده قفلت بشكل نظيف. وطبعا بخفي الخيوط أول بأول علشان ما يبقاش عندي بعد ما خلصت الشال كله يبقى فيه خيوط كتير ان انا انضف واقص واعمل حاجات كتير بالشكل ده كده. طبعا هدخل الخيط من ورا. ودايما اشتغلوا على اللون الغامق لو انتوا هتشتغلوا بالوان مختلفة كتير زي ما انا عملت في الشال الاصلي. حاولوا تاخدوا اللون الاغمق هو اللي تخفوا فيه الخيوط بطريقة ان انتوا تدخلوا الخيط في وسط الغرز من غير ما تبان قدامه من ورا. هنخش على الطريقة التانية، ان انا بدل ما ادخل في الغرزة نفسها هدخل في فراغ من الفراغات. احنا في كل غرزة فيها عندنا فراغ يمين وفراغ شمال. انا هنا هدخل في اليمين، هشتغل نفس الطريقة غرزة حشو 4 سلسلة،
انا لو دخلت في الوحدة الاولانية في الجزء اليمين هفضل اشبك في الجزء اليمين، ما ينفعش اشبك في الجزء الشمال، لان لو عملت كده هلاقي الشغل بتاعي بدأ يضم ويبقى مش مظبوط. يعني انا لما اشبك الناحية اليمين مع الناحية اليمين، ما اشبكش مع الشمال، لانها هتلاقي تضم الوحدات على بعض يبقى شكلها مش حلو. دلوقتي هبتدي اشبك تاني جزء، اشتغل في الفراغ اللي ناحية اليمين من الوحدة التانية، هدخل اعمل غرزة حشو 4 سلسلة بالشكل ده كده. هلف الوحدات او الشغل بتاعي في المكان اللي انا بشتغل فيه، هعمل 4 سلسلة علشان اتنقل للوحدة رقم 3 والف الشغل معايا. وبرضو في الفراغ اللي ناحية اليمين في الوحدة التالتة بشتغل غرزة حشو زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بعد ما عملت غرزة الحشو 4 سلسلة ألف الشغل وأدخل في آخر وحدة أعمل غرزة حشو، وهعمل 3 سلسلة بس، وأقص الخيط بمسافة كافية، وأنهي التشبيك بشكل نظيف بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. دي هنا طريقة التشبيك في الفراغات، ادتني الشكل المربع ده. ونفس الشكل برضو لما شبكت في راس الغرزة برضو ادتني شكل مربع مستقيم بنفس الطريقة. بشبك وانضف خيوطي اول باول، وبعد كده ننتقل على الاطار. شغل الاطار هيكون بسيط جدا. بعمل عقدة البداية وبدخل في الفراغ اللي حطيت فيه الستيتش ماركر اللي هو الكورنر. هبتدي اعمل اطار بسيط جدا، هأمن الخيط بتاعي واشتغل 3 سلسلة بمثابة عمود بلفة، اول عمود بلفة، واشتغل جنبه 2 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. وده هيبقى الكورنر الاولاني بتاعي في النموذج اللي انا بشتغل بيه على ال6 وحدات. وفي الشال كله لما نيجي نشتغل ونطبق الشال ده هيبقى اول كورنر او اول زاوية هنشتغل 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. طبعا عشان دي البداية فهيبقى 3 سلسلة بمثابة عمود، بعد كده نعمل 2 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. الإطار كله هيبقى شغله كله في الفراغات. ده كده أول فراغ. تاني فراغ هيبقى التكرار اللي هنشتغل بيه غرزة حشو، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة. هو ده التكرار بتاعي اللي هكرره في جميع الفراغات اللي هتقابلني علشان ناخد شكل كيرف أو شكل تدويرة الوحدات. هنشتغل في كل الفراغات اللي هتقابلنا غرزة حشو، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة، لغاية ما نوصل للفراغ اللي فيه التشبيك اللي هو بيبقى 2 سلسلة لأن احنا مشبكين فيه. عندكم حل من 2، إن تعملوها معاملة إن هي فراغ كامل فتعملوا غرزة حشو 3 سلسلة 2 عمود، أو إن انتوا تعملوها كأنها وحدة واحدة فتشتغلوا غرزة حشو 3 سلسلة والاتنين عمود هيبقوا في الفراغ التاني. فده اختيار على حسب انتوا تفضلوا تشتغلوا ازاي. انا هنا هشتغل واعتبرها فراغ كامل فهشتغل فيها غرزة حشو 3 سلسلة 2 عمود علشان تظبط الاطار عندي. فانا هشتغلهم كل فراغ فيهم هعتبره فراغ كامل، هعمل فيه غرزة حشو 3 سلسلة 2 عمود، وهفضل اكمل نفس التكرار لغاية ما اوصل للكورنر التاني او علامة الغرز الجديدة التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التكرار بتاعي هفضل اشتغل بيه عادي في كل فراغ يقابلني.
لغاية ما اوصل للزاوية الجديدة. وصلت للزاوية التانية، ستيتش ماركر التانية. انا هخليها علشان المبتدئات يشوفوا اماكن الشغل. علشان ابتدي الكورنر في الزاوية التانية لازم احط غرزة حشو قبل الكورنر، اللي هو 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة، علشان يظبط الشكل ويبقى كل الكورنر الغرز بتاعته ثابتة في ال4 زوايا بتوع الشال. هنا عملت 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، وهعمل 3 عمود بلفة علشان الزاوية تبقى مظبوطة في الشال كله، ويبقى نفس الغرز ونفس العدد ثابت بالشكل ده كده. وهشتغل نفس التكرار بتاعي في بقية الفراغات لغاية ما اوصل لعلامة الغرز الجديدة، اللي هو غرزة حشو، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة. برضو لما اوصل لفراغ 2 السلسلة اللي متشبك فيه ما بين الوحدات بتعامل معاه كأنه فراغ عادي واحد، بشتغل فيه نفس التكرار، اللي هو غرزة حشو، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة، لغاية ما اوصل للكورنر الجديد. اشتغل فيه غرزة حشو الاول، بعد كده 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة علشان اكون الزاوية. اهم حاجة في الفراغات اللي فيها التشبيك لازم تثبتوا انتوا هتعملوا ايه طول الشيل، عشان ما تعملوش حاجة تنقص العدد او تزود العدد. لو مرة اتعاملتوا مع الفراغ انه كامل، ومرة اتعاملتوا انه انتوا بتشبكوه كفراغ واحد، فلازم تاخدوا بالكم من النقطة دي. هكمل التكرار في الفراغات عادي لغاية ما اوصل للزاوية. هعمل غرزة حشو، 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة، وفي كل فراغ هيقابلني بعد كده اشتغل غرزة حشو، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة، لغاية ما اوصل لاخر علامة غرز فيها كورنر، وابدأ اشتغل فيه ونشوف هننهي الدور ازاي بتاعنا. هنا وصلنا لاخر الدور. اخر الدور كان فراغ عادي خالص، عملنا غرزة حشو، 3 سلسلة، 2 عمود. علشان انهي السطر صح لازم الزاوية دي تكون زي بقية الزوايا الباقية، يعني هشتغل فيها غرزة حشو واقفل بمنزلقة في السلسلة رقم 3 لو انا هنهي الشغل واقص الخيط. انا هنا هرتفع بسلسلة واشتغل سطر من غرزة الحشو علشان اخلي الاطار متماسك اكتر وشكله احسن. ممكن تعملي كده وممكن ما تعمليش كده، براحتك، مفيش مشكلة، انا بديكوا الاختيارات. لان الشال ده تقدري تشتغلي وتبتكري فيه، تشيلي وتحطي، تنقصي، تزودي من الشيلان اللي تقدري تشتغلي فيها وتلعبي فيها كتير، وهيطلع شكله حلو في جميع الاحوال. انا هنا بشتغل فوق كل غرزة هشتغل غرزة حشو عادية خالص، وفي فراغ ال3 سلاسل برضو هشتغل 3 حشو، مش هزود عدد غرز خالص، هي نفس عدد الغرز، كل غرزة فوقيها غرزة حشو عادية علشان اقوي الاطار بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بعد ما بنعمل سطر غرزة الحشو بننضف الخيوط كلها. اللي بيسيب الخيوط هيتعب شوية في انه ينضف الخيط، بس في الاخر هيطلع شغل حلو جدا وهينبسط منه. طبعا بننضف الخيوط، وانا هوريكم دلوقتي ده شكل جزء من السطر وانا بعمل له غرزة حشو بالشكل ده. ده شكل الاطار بعد ما خلصته. هحاول اعرض لكم الشيل كله على الكاميرا، هعرض لكم النموذج المصغر ده واعرض لكم الشيل كله. ده شكل الاطار بعد ما عملت سطر غرزة الحشو عليه. وطبعا ما تنسوش هتفردوا القطعة بتاعتكم فوطة مندية او وعليها المكوى علشان ده صوف، او مكوى بالبخار. وده شكل الشال النهائي، الالوانه هتظهر لكم على الشاشة. انا هنا عملته ملون لان دي من بواقي الخيوط لمشاريع تانية، فانتوا تقدروا عن طريق بواقي الخيوط عندكم تعملوا حاجات زي دي وتطلع حلوة جدا. طبعا الدرجات هتظهر لكم على الشاشة اللي انا استخدمتها للشال.
بالشكل ده كده، شال حلو وممكن تنجزه في وقت قصير. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتقدروا تنفذوه بكل سهولة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد بنزله. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.